اول ما الجواز البنت المبكر تبتدي بتاع تشد ضواتها البنات، كده، تلاقي ناس بقى يعني انا ابتدت شايفه ان هو تفكر حاجه ازاي من هتتجوزها، من اكتر الحاجات تتخلص بقى اللي من الناس المشكله اللي بتعملها، عندها في البيت وخاصه دي. في في ناس الارياف بتعتبر البنات دي والمناطق مشكله، الريفيه اقسم وكده. بالله. انا مش فهتخلص فاهمه ازاي بقى من يعني المشكله اللي عندي ليه؟ دي؟ قوم ليه؟ ايه، قوم عايزه اتجوزها. يبقى اصلا باباها مش لاقي ياكل، بس مامتها عايزه اتجوزها ليه؟ عشان عايزين يتخلصوا منها في البيت، لان هي حاجه هم خايفين منها في البيت، قنبله موقوته. تمام. هم اصلا مش عارفين يربوا ولادهم، فيقوموا ايه، شايفين البنت دي عار بقى، عايزين يجوزوها بسرعه، يخلصوا منها بقى ومصاريفها واكلها وشربها. يجوزوها. تمام. يجوا بعد بقى سنه واتنين، يقوم ايه، يقوم البنت تتطلق. ما هي طفله متجوزه، مش فاهمه حاجه، وفرحانه بالفستان والحاجات، وروح البنت متطلقه. تيجي لهم بقى، يا حرام، تبتدي تكبر بقى وتفهم الدنيا. وهي صغيره اصلا، تكبر، ما هتكبر قبل اوانها. تمام. بتشيل مسؤوليه اطفال وهي قبل اوانها. تبتدي اهلها مش مستحملينها، هم اصلا ما كانوش مستحملينها وهي معاها اطفال، استحملوها وهي معاها اطفال. يقولوا لها ايه، روحي بقى ايه، روحي اشتغلي. تروح بقى تشتغل، تروح مأجره بقى شقه بره، ما هي اهلها مش طايقينها بقى واخواتها مش طايقينها. تروح مأجره شقه بره، تطلع بقى تشتغل بقى، تبيع خضار، تتذل بقى، تتبهدل، تتهان. ليه؟ ما هي ما معهاش شهاده، ما معهاش شهاده. يا جماعه، نصيحه لكل اب وام اللي عنده بنت: ربي بنتك كويس، علميها اديها شهاده. الشهاده سلاح في ايدها، ما تقوليش التعليم. يا جماعه، الشهاده سلاح في ايد البنت، سلاح في ايدها، لها وظيفه، لها دخل ثابت. حتى لو اشتغلت، هتشتغل في مكان محترم، يعني في مكان محترم، يعني شغلانه مش مهينه. خلاص، هيبقى لها دخل لما يجي لها عريس كويس. تمام. هتعرف تختار عريس بنضج، لان هي بتدور على راجل. لكن هي وهي طفله كده هتختار ايه؟ هتختار عريس على بناء على على شكله؟ هي ما بتختارش حاجه اصلا، انتوا اللي بتختاروا لها. مش هتعرف تختار اذا كانوا انتوا اصلا مش عارفين تختاروا، هي اللي هتعرف تختار. تمام. لكن البنت لما تكبر بالها يعني قرش في جيبها، ويبقى لها معاه فلوس، تمام، تقدر تصرف على نفسها وعلى ولادها. خلاص. لو جالها عريس قبل ما تتجوز خالص، بعد هي مثلا ما خلصت جامعه ودخلت شهادتها، وجالها عريس بقى وهي لسه بنت في بيتك، هتختار عريس مناسب حتى لو سنها كبر. دي بنتك انت مش جايباها من الشارع، دي بنتك. مش عايزين تستحملوا ولادكم؟ بيجوزوا بناتكم صغيرين ليه؟ ليه؟ انا بشتغل في مجال بشوف يعني اطفال 17 سنه ومتجوزين ومخلفين. بجد حاجه صعبه جدا. طفله، هي اصلا مش فاهمه حاجه، مش فاهمه حاجه، ومعاها طفل. طب هي اصلا طفله، انا شايفه ان هي طفله. إيه، ومعاها طفل. يعني معاها طفل، طفله هتربي طفل ازاي؟ وغلبانه بقى مش لاقيه تاكل، ما هي جوزها طلقها وسابها. تروح بقى ايه، تروح بقى تلف بقى على الناس تستغلها. ما هي يعني، ما انا هقول ايه، كلام كتير والله. الناس هيستغلوها بقى، هي عايزه تاكل الاطفال اللي معاها دول. وبعدين هي بقى اتبهدلت، فمش عايزه ولادها يتبهدلوا زي ما هي اتبهدلت. لكن للاسف بتتبهدل، ولادها بيتبهدلوا، ممكن تشغلهم. ما هي تعبانه، مش عارفه تعيش منين. ممكن يجي لها واحد تاني برضو نفس العينه من الزواجه الاولى، يقول لها تعالي يتجوزك، بس مش عايز عيالك. فعيالها دول يروحوا فين؟ تروح تسيبهم عند مامتها، اللي هي اصلا ما عرفتش تربيها كويس ولا تتحملها. مامتها تقول لهم انزلوا اشتغلوا في الورش، وينزل بقى الطفل عنده 9 سنين و8 سنين وشغال عشان ياكل ويشرب ويلبس. بجد حاجه مأساويه جدا. ما تقولوش الفقر، ما تقولوش الجهل. ده الناس لو هتشحت على ولادها، والله لو هتشحتي على ولادك، لو هتشحتي وتعلميهم، يا جماعه ما تقولوش الفقر والجهل. مش كل حاجه ترجعوها للفقر. الفقر مش ما بيأسيناش قوي كده على ولادنا. يا جماعه، اللي عنده بنت بالذات، الولد طبعا ده شيء امر مفروغ منه. البنت يعلمها لوجه الله، لوجه الله. علموا بناتكم وادوهم شهاده، سلاح في ايدهم في الزمن الصعب ده والحياه الصعبه دي، تصرف منها على اولادها. تقدر تختار بيها عريس مناسب لنفسها، تقدر تعلم ولادها تعليم كويس. انت كده بتدمري المجتمع. لما انت ما تعلميش بنتك، بتدمري مجتمع باكمله. حرام عليكم، ارحموا البنات، ارحموا البنات، حرام عليكم. البنت دي شرف مش عار. اتقوا الله في بناتكم، ارجوكم ارجوكم ارجوكم.